من زمان واحنا بنسمع وبنشوف في الكرتون الثعلب المكار اللي بيخدع وبيتكتك باقي الحيوانات. بس ايه القصة دي؟ هل فعلا الثعلب مكار؟ والاهم من ده، هل بيبيض ولا بيولد؟ خلينا في الاول نبص على الثعلب. اول ما بيجي الدنيا مخلوق صغير ضعيف، طوله من 14 ل 16 سم، ووزنه بيبقى من 100 ل 150 جرام تقريبا. ده تقريبا في حجم كف ايديك او علبه كبريت كبيره شويه. لون الفرو بتاعه بيبقى رمادي مايل للاسود، وعينيه مقفوله تماما وما بيقدرش يتحرك. لكن بعد اسبوع او اسبوعين من الولاده بيبدا يفتح عينيه، ودي بتبقى لحظه فارقه في حياته لانه بيبدا يكتشف العالم من حواليه. وطبعا زي اي نونو بيبقى الغذاء الرئيسي بتاعه لبن الام، واللي بيفضل مكمل معاه من 4 ل 6 اسابيع. لكن قبل ما بيسيب الرضاعه الام بتبدا تعوده على الاكل شويه بشويه. بتحاول وقتها تجيب له قطع لحوم صغيره من الفرائس بتاعتها او طيور صغيره، واحيانا فاكهه لو لقت. في الوقت ده بيبدا ان هو ياكل او يشم الاكل الجديد على جسمه لحد ما جسمه يتعود على الاكل الرئيسي ده. اما الحركه فبتبقى بين الاسبوع الثاني او الثالث. هتشوف وقتها الثعلب بيتحرك بخطوات مهزوزه مش ثابته، لكن يوم ورا يوم خطواته بتبقى اثبت، وبيبدا ان هو يلف حوالين الجحر ويتعرف على المنطقه. وهنا هتبدا تسمع له اول صوت اللي بيبقى شبه نباح قصير او صرخه حاده، والعلماء بيسموها بارك سكريم. بعد ما الثعلب الصغير بيسيب الرضاعه ويبدا واحده بواحده يتعود على الغذاء الرئيسي اللي امه بتجيبه له، بتبدا المرحله الاهم في حياته، تدريب على الصيد. الام هنا بتلعب دور المدرسه بكل معنى الكلمه. في الاول زي ما قلنا بتبدا تجيب له الاكل لحد الجحر عنده، فراخ صغيره او قوارض او فار، وحتى لما بتجيب له الاكل بتقطع له اللحمه عشان تبقى سهله عليه. لكن مع الوقت الام ما بتكتفيش ان هي تاكله بس، بتبدا تعلمه ازاي يصطاد. تلاقيها بتحاول تمسك فريسه صغيره وهي صاحيه وتحطها قدامه في الجحر وتسيبها قدامه كانها بتقول له جرب. الثعلب الصغير هنا بيبدا ان هو يراقب ويطارد ويجري ويغلط كتير، بس دي الطريقه الوحيده اللي هيتعلم بيها الصيد. المرحله دي من حياته بتبقى مهمه جدا، لان من غيرها مش هيقدر يعتمد على نفسه في البريه. وصيد فار صغير بيحسسه بانجاز كبير انه بقى ثعلب كبير زي امه. ومع الوقت الام بتبدا تاخد الثعلب الصغير لمشاوير اطول بعيد عن الجحر، تبدا تعرفه اماكن الامان واماكن الخطر، وتوريه ازاي يستخدم حاسه الشم والسمع القويه عنده. لما الثعلب الصغير بيكبر وبتعدي الشهور الاولى الصعبه، بتبدا مرحله مهمه في حياته، البلوغ. وعاده مرحله البلوغ بتحصل من سن 9 شهور لسنه تقريبا. من اللحظه دي الثعلب مش مجرد شبل صغير بيعتمد على امه، لا ده بقى شبه مستقل، لازم يعتمد على نفسه ويدور له على دور في الحياه. في البريه عمر الثعالب ما بيكونش طويل قوي، وممكن تعيش من 3 ل 6 سنين، وده بسبب قسوه الحياه من حواليه، الجوع او امراض او الصيد او منافسه مع مفترسين اكبر منه. لكن لو الثعلب عايش في محميات الوضع مختلف تماما. هناك هيلاقي اكل متوفر، هيلاقي رعايه طبيه، هيلاقي امان، مفيش صيد، وده اللي بيخلي عمره ممكن يوصل ل 14 سنه كامله. فرق كبير بين الحياه بره وجوه. لما الثعلب الشبل بيبدا يوصل لسن البلوغ جسمه وصوته بيبدا يتغيروا تدريجيا. الفراء اللي كان لونه رمادي وباهت بيبدا ان هو يختفي تدريجيا ويبان لون فراء الثعلب الحقيقي. خصوصا عند الثعلب الاحمر بتلاقي اللون البرتقالي النحاسي بيبدا يزيد اكتر، والديل الكثيف المشهور بيه بيبدا ان هو يكبر ويكون له علامه مميزه. الذكور بالذات بيبان عليهم الفرق اكتر في اجسامهم بتضخم شويه وعضلاتهم تبقى اوضح. وفجاه تلاقي الذكر اللي كان عايش لوحده بقى صوته اعلى وبيمشي مسافات اطول عشان يسيب ريحه ويميز المنطقه بتاعته، كانه بيقول انا هنا والمنطقه دي بتاعتي. كمان ممكن يدخل في معارك مع ثعالب تانيين لو قربوا من الانثى اللي هو معجب بيها، ما تهزرش. اما الانثى فبيكون شكلها اصغر وارفع شويه، وملامحها بتكون انعم وصوتها اخف من الذكر. الثعلب مش بيستنى كتير بعد البلوغ، بعد سنه بيبقى اول موسم تزاوج ليه. الموسم ده عاده بيجي في الشتاء ما بين يناير ومارس، وده التوقيت اللي ممكن تسمع فيه بالليل اصوات ثعالب في الغابه او في الصحراء. طب هل الثعلب ممكن يتجوز اكتر من انثى؟ غالبا لا. الثعلب معروف عنه ان هو مخلص لشريكته بدرجه كبيره جدا. الذكر والانثى ممكن يعيشوا مع بعض كزوج وزوجه لفتره طويله جدا، وممكن تبقى مدى الحياه. ولو واحد فيهم مات ممكن التاني يفضل فتره طويله لوحده لحد ما يبدا يدور على شريك جديد. وبعد ما بيتم التزاوج بتبدا المرحله الاهم، بناء الجحر. اول ما الانثى بتتزوج وبتبقى حامل بتبدا تدور على اهم مكان في حياتها، الجحر ده اللي هيبقى مكان امن ليها هي وعيالها، عشان كده بتدور كويس جدا. فممكن تحفره بنفسها في ارض طريه، او ممكن تستولي على جحر قديم كان بتاع ارانب او حيوانات تانية. بعض الاوقات لو لقيت مكان مهجور زي تحت صخره او جذع شجره كبير ممكن تحوله لجحر. الجحر ده ما بيبقاش مجرد حفره في الارض، خلينا نبص جواه. بيتعمل جواه ممرات صغيره وغرف داخليه، واحيانا اكتر من مدخل ليه، علشان لو في خطر تقدر تهرب هي وصغارها من اي مخرج. بتبدا تحط قش وورق وفراء قديم عشان يبقى دافي ومريح للصغار. فتره الحمل عند انثى الثعلب بتبقى غالبا قصيره من 50 ل 55 يوم، وبعدها بتولد مره واحده في السنه، وغالبا بيكون في بدايه الربيع. وفي العاده بتولد من 4 ل 6 جراء، وفي حالات بتولد فيها 10 جراء. اما عن فتره الحمل فبتبقى فتره حساسه جدا بالنسبه للانثى، بتقضي اغلب وقتها جوه الجحر ومش بتتحرك كتير وما بتعملش اكل. وهنا بيجي دور الذكر اللي بيبقى دوره مهم جدا، ان
انه بيخرج يصطاد وبيرجع لها بالاكل وبياخد باله من الجحر ويحرسه. طب هو الثعلب بياكل ايه؟ الثعلب من الحيوانات اللي بتتاقلم بسرعه جدا، وده بيبان في اكله. يعني هو في الاساس اكل لحوم، لكن فرص الاكل بتاعته متنوعه جدا، يعني مش بيقول لا لاي حاجه. الغذاء الاساسي بتاعه بيكون من القوارض زي الفئران او السناجب، وده سهل عليه لانه ممكن نلاقيها في اي حته. كمان ممكن يصطاد ارانب صغيره او طيور او فراخ بريه، واحيانا حتى ممكن يصطاد سمك لو كان قريب من النهر. الغريب بقى ان الثعلب مش بياكل لحمه وفراخ وسمك بس، ممكن ياكل فواكه لو لقاهم متوفرين، ممكن ياكل توت تفاح، وده بيحصل كتير خصوصا في الخريف لما الفواكه بتقع على الارض. يعني تقدر تقول ان هو مرن جدا في الاكل، واكله خليط من لحوم وسمك وفواكه. طيب بيصطاد ازاي؟ مشهور عن الثعلب ان هو ذكي وحركته خفيفه. لما بيكون بيصطاد فار مثلا ممكن يفضل واقف لفتره طويله مركز عينيه ودانه مستني اقل حركه. بمجرد ما بيسمع الفار بيتحرك تحت الحشائش او تحت الارض يعتمد على سمعه وينط نطه عاليه جدا وينط على الارض ويجيب الفار من تحت الارض من غير ما يكون شايف. الحركه دي مشهوره جدا عند الثعالب وبتبين ذكائه وسرعته. الثعلب كمان بيستخدم الحيله في الصيد. في حالات اتشافت ان الثعلب بيعمل نفسه ميت لحد ما الطيور بتقرب منه وياخد واحد منهم ويجري. واتشاف في مواقف تانية انه ممكن يشغل طيور او قوارض بانه يلف حواليهم او يعمل صوت لحد ما واحد فيهم يطلع بره ويجري عليه. يعني باختصار الثعلب مش بس صياد، ده مكار بيعتمد على الذكاء اكتر من القوه، وده اللي خلى صورته في حكايات البشر دايما مرتبطه بالدهاء والخبث. تعال نبص على الثعلب من قريب ونشوف تكوينه. ودان الثعلب من اكتر العلامات المميزه فيه، خصوصا ان هي طويله وواقفه زي الرادار عشان تلقط ادق الاصوات ويقدر يحركها في كذا اتجاه، تقريبا يمين او شمال، او يقدر يركزهم لقدام عشان يشوف اقل صوت جاي منين. سمع الثعلب حاد جدا لدرجه انه يقدر يلقط صوت فار بين حشائش او صوته حتى في الثلج او تحت الارض. كمان بيستخدم ودانه في التواصل بين الثعالب التانية. الثعالب نفسها بتصدر اصوات نباح كتيره وبيقدروا يتواصلوا ويسمعوا بعض من مسافات بعيده من خلال سمعهم القوي. كمان اي حركه غريبه حوالين الجحر او صوت حيوان بيقرب من بعيد تقدر الاذن تلقطه قبل العين. في انواع معينه من الثعالب زي الثعلب الصحراوي هتشوف ودانه ضخمه جدا مقارنه بجسمه، مش بس عشان السمع لكن دي بتساعده انه يقلل ويتخلص من درجه الحراره القاتله اللي بتبقى في الصحراء. تعال نبص على رجليه اللي هتلاقيها خفيفه ورشيقه، وده اللي بيخلي الثعلب يقدر يجري المسافات قصيره نسبيا بشكل سريع. كمان بيقدر يغير اتجاهه بسرعه جدا كانه بيتزحلق، وده اللي بيخليه يقدر يجيب الفريسه او يهرب من مفترس بيجري وراه. هو مش اسرع حيوان لكن طريقته في الجري الذكي بتخليه يكسب. رجليه قويه جدا لدرجه انه يقدر ينط لفوق ارتفاع 2 متر، كمان يقدر ينط لمسافات طويله قدام، والحكايه دي مهمه جدا خصوصا لما بيقفز على الطيور او ينط من سور مزرعه. مخالبه مش قويه زي القطط لكن هي قويه كفايه عشان يقدر يحفر ويثبت نفسه في الارض. بيستخدم مخالبه في الحفر عشان يحفر جحر او يحفر في التربه عشان يطلع فار مستخبي، وبيستخدم مخالبه في الصيد عشان يمسك ارنب صغير او طير، وكمان في الدفاع عن النفس لو اتزنق يقدر يستخدم مخالبه في القتال، اللي هيقرب هيخربشه. رجليه متغطيه بشعر خصوصا في الانواع اللي بتعيش في التلج زي الثعلب القطبي. الشعر ده بيشتغل كعازل بيخلي رجليه ما تتجمدش في التلج. اما في الصحراء الرجلين برضو متاقلمه عشان ما تتحرقش من الشمس. تعال نبص على عيون الثعلب. عيون الثعلب ملفته جدا، شكلها اشبه بكتير بعيون القطط ولونها غالبا ذهبي او نحاسي بيلمع. البؤبؤ بتاع عينه مش مدور زي الكلاب لكنه شبه شق راسي زي القطط، وده بيديله تحكم رهيب في كميه الضوء اللي بتخش عينيه. الثعلب ما بيقدرش يشوف في الضلمه بنسبه 100%، لكن نظره في الضلمه اقوى بكتير من الانسان ب10 مرات، لان عنده طبقه في عينيه بترجع الضوء اللي داخل عينيه وترجعه تاني لشبكيه العين، يعني كانه بيستغل اي نقطه ضوء ولو بسيطه. علشان كده لو نورت بكشاف في عين اي ثعلب بالليل هتلاقيها منوره بلون اخضر او اصفر. بص بقى على فك الثعلب. الثعلب عنده حوالي 42 سنه شبه الكلاب تقريبا. الاسنان دي متقسمه ما بين انياب قويه وسكاكين صغيره. الاضراس بتساعده ان هو يقطع اللحمه ويطحن العظم. الانياب الاماميه طويله وحاده جدا بتساعده ان هو يمسك الفريسه. فك الثعلب مش ضخم زي الذئب لكنه قوي بالنسبه لحجمه، يقدر يعض بسرعه ويمسك في حاجه صغيره زي فار من غير ما يفلت منه. كمان عضته سريعه اكتر من هي قويه، يعني هو بيعتمد على الخفه والدقه اكتر من ان هو يسحق مش زي الاسود والدببه. الثعلب اول ما بيمسك فريسه بيبدا يهزها بهزه سريعه عشان يجهز عليها. بعد كده بيستخدم اسنانه الطويله زي السكاكين عشان يقطع اللحمه لقطع صغيره تناسب بقه، ولو كل واتبقى منه اكل زياده بيحفر وبيدفنه عشان يرجع له مره ثانيه وياكله، ودي عاده مشهوره جدا عنده. الثعلب عنده حاسه شم اضعاف قوه الانسان، يعني يقدر يلقط ريحه فار مستخبي بين الثلج او بين اعشاب او تحت الارض، وده بيخليه يقدر يعيش في اصعب الاماكن ويلاقي اكل حتى لو مستخبي كويس جدا. كمان زي ما قلنا الثعالب بتسيب بول ليها في مناطق معينه عشان تقول ان دي بتاعتها. بيتعرفوا على ده بحاسه الشم القويه عندهم. وفي موسم التزاوج الذكر والانثى بيعتمدوا على الشم عشان يحددوا ويقدروا يعرفوا بعض. مناخيره حساسه جدا، يعني مش بس بيحدد اذا كان في فريسه هنا او لا، ده كمان يقدر يحدد اتجاهها ازاي. تعال نبص على ديل الثعلب. الديل بيكون كثيف وطويل لدرجه انه احيانا ممكن يكون بطول الثعلب نفسه. شكله بيبقى عامل زي فرشه ناعمه او سحابه كبيره ماشيه وراه، ولونه
غالبا بيكون بنفس لون الفرو، وفي اخره بيبقى فيه علامه سوداء او بيضه بتميز الثعلب. ديل الثعلب بيساعده على الاتزان لما بيجري ورا فريسه او ينط لفوق عشان يقفز في الارض. وفي البرد خصوصا الثعالب اللي عايشه في الثلج بيستخدم ديله كبطانيه ممكن يتغطى بيه على جسمه ووشه عشان يحميه من البرد. وبيستخدم ديله كمان في التواصل، يعني تلاقي الثعلب لو فرحان ممكن يرفع ديله لفوق، ولو خايف او متوتر ممكن تلاقي ديله منفوش او بيحركه كتير، وده بيساعد الثعالب التانية تفهم هو في انهي مود. والديل بيميز كل ثعلب عن التاني زي كانه ID او بصمه شخصيه. في ثعالب ديلها صغير وفي ثعالب ديلها كبير، وده بيميز وبيخلينا نعرف البيئه اللي جه منها الثعلب. الثعلب من اكتر الحيوانات اللي يقدر يتاقلم ويعيش في اكتر من بيئه. تقدر تلاقيه في الغابات الكثيفه او في الصحاري او على اطراف الجبال او في الثلج، واحيانا حوالين القرى والمدن اللي فيها الناس. يعني مش متقيد بمكان معين، بالعكس هو بيدور على المكان اللي فيه اكل وامان وممكن يستقر فيه. الثعلب عنده شويه قدرات عشان يقدر ينجو بيها، زي انه يقدر ينط المسافات طويله او ممكن يجري بسرعه لمسافات قصيره. الثعلب كمان بيقدر يعوم كويس، مش زي السمك طبعا، بس يقدر يعدي نهر صغير لو في حد بيطارده. يقدر يجري بسرعه 50 كيلومتر في الساعه، يعني اسرع من انسان بيجري بكل طاقته. لكن رغم ذكاء الثعلب عنده اعداء كتير. في البريه اكبر خطر ليه بيكون من الذئاب او النسور اللي ممكن تخطف الصغار بتوعه، وكمان الدببه اللي بتسيطر على نفس المناطق بتاعته. اما العدو الاول فهو الانسان، من الصيد وتدمير البيئات الخاصه بالثعالب. وعلى عكس الذئاب الثعلب ما بيعيش في قطيع. الغالبيه العظمى من الثعالب بيحب ان هو يعيش لوحده، هو حيوان انفرادي، يعني كل ثعلب ليه المنطقه الخاصه بتاعته اللي بيحميها من باقي الثعالب. لكن في موسم التزاوج الذكر والانثى بيتشاركوا الحياه مع بعض، واحيانا بيساعدهم ولادهم الصغيرين من السنه اللي فاتت في تربيه صغارهم دلوقتي. يعني ممكن يبقى في شكل من العيله الصغيره بس مش قطيع كبير زي الذئاب. الثعلب مش نوع واحد، في اكتر من 37 نوع حوالين العالم، بس اشهرهم مجموعه انواع معروفه وبتبان في البيئات المختلفه. تعالى بسرعه اعرفك عليهم. الريد فوكس او الثعلب الاحمر ده الاشهر على الاطلاق، هتلاقيه منتشر تقريبا في كل القارات، في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا الشماليه. لونه بيكون برتقالي واحمر لامع، وديله بيبقى كبير ومنفوش. وعندك كمان الثعلب القطبي، ده ابن الجبال الثلجيه والقطب الشمالي. فروه بيكون ابيض عشان يختفي في وسط الثلج من المفترسين، وفي الصيف بيبقى لونه رمادي عشان يندمج مع الصخور. عنده طبقه فرو سميكه عشان تحميه من البرد، ورجليه قصيره نسبيا عشان تحافظ له على الحراره. وفي ثعلب الفنك، اصغر انواع الثعالب، ده اللي قلنا عليه ان ودنه ضخمه مقارنه بجسمه. هتلاقيه عايش في الصحاري زي الصحراء الكبرى، ولونه بيبقى رمادي فاتح عشان يندمج مع الرمل. وفي الجراي فوكس او الثعلب الرمادي، موجود في الامريكتين مع لون رمادي ولمسه بني. الغريب بقى فيه انه من الثعالب القليله اللي تقدر تتسلق الاشجار، وهتلاقيه غالبا بيعيش في الغابات الكثيفه. وفي الكيت فوكس او الثعلب السريع، حجمه صغير برضه، بيعيش في السهول الجافه او المفتوحه في امريكا الشماليه. لونه فاتح ودانه كبيره زي ثعلب الفنك، بس هو اصغر شويه. سريع جدا وبيعتمد على جحور في الارض عشان يهرب من المفترسين. يعني ببساطه الثعلب مش نوع واحد، ده عيله كبيره متوزعه حوالين الكوكب، وكل صنف ربنا خلقه وهيئه على مقاس البيئه اللي هو عايش فيها. الثعلب مش بيتسمى ماكر من فراغ، ده واحد من اذكى الحيوانات اللي تقدر تتاقلم على اي ظرف هو عايش فيه، حتى مع البشر. توثقت مواقف لثعلب بيدخل مزرعه دواجن بالليل، يبدا يعمل دوشه او يجري حواليهم، ويخلي الطيور تجري في كذا اتجاه، وهو يركز على هدف واحد بس ياخده من وسطهم ويجري. علشان كده الثعلب على مدار التاريخ هتلاقيه رمز للدهاء والمكر، مش بس في الطبيعه لكن في الحكايات الشعبيه والاساطير. اللي عند المصريين القدماء هتشوف الثعلب كان عندهم رمز للدهاء والقدره على النجاه، وبعض الرسومات الفرعونيه ظهر فيها شكل قريب من شكل الثعلب. عند الاغريق والرومان كان الثعلب عندهم رمز للدهاء والخداع. التراث الاسلامي والعربي الثعلب مش متقدس لكنه موجود في الحكايات والاساطير، منها المثل العربي المشهور امكر من ثعلب. ولحد النهارده الثعلب لسه في خيال الناس بنفس الصوره، وده بيبان من الحكايات وافلام الكرتون زي كرتون زوتوبيا الثعلب نيك اللي كان طالع فيه بشخصيه ثعلب ذكي ماكر بس قلبه ابيض. في الاخر الثعلب فضل واحد من اذكى واسرع الكائنات اللي قدر يتكيف على الظروف من حواليه، ويمكن ده السبب ان اسمه لسه بيتكرر في الامثال والقصص وحتى في الافلام والكرتون. اعمل منشن لحد من صحابك ممكن تقول عليه امكر من ثعلب.